ويا مساء الحلويات على أحلى اخوات، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. مشرفيني ومنوريني دايما بوجودكم معانا في القناة، قناة أحلى أكلة من مطبخي. يلا بسرعة انزلي اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك أي جديد، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك. لو ما عجبكيش حطي ديسلايك عادي يعني. هنعمل النهاردة كده مع بعض روتيننا المسائي زي ما انتوا شايفين. هنبدأ طبعا بفقرة الغداء. إيه، اتغدينا هنا الحمد لله، كان غدا جميل اهوت. عملت سمك روسي سنجاري في الفرن، وعملت رز احمر، وعملت سلطة وشوية مخلل، وكان غدا جميل. قعدنا اتغدينا لان كان ورانا مشوار رايحينه ناخد اللي هو اللقاح بتاع الكورونا. فهنزل انا وجوزي يا دوبك هنتغدى، وهشطب بس شوية المواعين اللي في المطبخ، وهنزل نروح ناخد اللقاح. طبعا زي طريقة السمك السنجاري دي سهلة جدا، كنت عاملاها قبل كده. بنفتح السمك وبنحشيه سلطة، سلطة من غير خيار، وبنعمل الرز الأحمر ده بصلصة. عايزة تعمليه ببصلة بيبقى جميل برضو، بس احنا عموما الرز ببصل بيبقى حلو معانا للسمك المقلي. السمك المشوي بناكل معاه رز أبيض، السمك السنجاري ده بناكل معاه الرز الأحمر اللي هو بسلطة ده، اللي بصلصة ده. وادي السلطة، حتى ما كانش عندي خضرة للسلطة، قلت مش لازم هعملها كده وعادي يعني مفيش مشكلة. هنا بقى نزلنا خلاص، رحنا اخدنا اللقاح وجينا. إيه، مش عارفة، انا ما حسيتلوش بأعراض، بس جوزي تعب منه جدا يعني اهو. حتى اخدنا الكارتة، جبنا بقى الحاجات دي عشان خاطر المدرسة بكرة ان شاء الله. إيه، جبنا اللي هو الماكس تيلا دوت الشوكولاتة. إيه، ده بالنسبة لي افضل نوع جربته يعني، احسن من دريم واحسن من انواع كتير شوكولاتات. يعني بالنسبه لي الماكس تيلا كان احسن حاجه، وطبعا اقتصادي يعني سعره ده تقريبا ب48. وجبنا ربع جبنه دبل او براميلي، وربع جبنه شيدر، وربع رومي، وجبنا ربع لانشون طبعا عشان السندوتشات والفطار وكده يعني. وجبنا اللي هي الفاكهة الكاكا دي او الكاكي، مش عارفة، حسب ما كل بلد بيقولوها يعني، شفتوا شكلها. وجبنا برتقان اهو، هو لسه اخضر برضو، مش البرتقان بتاع الشتا بقى اللي هو اللي لونه برتقاني الحلو الجميل ده، لسه برضو بشاير. زي ما انتوا شايفين كده الحاجات دي هناخدها بقى نحطها في التلاجة، نفضيها في العلب بتاعتها. وكنت مدمسة فول وعاملة طعمية. بصوا يعني إيه هنا كنت بقول لكم كلمتين حلوين كده، بس للأسف طلع فيه صوت مغلوش، ما طلعش الصوت يعني. هنا بقول لكم انا كنت جايبه نص كيلو فول دميس، وربع كيلو فول من بتاع الطعمية. الربع كيلو الفول ده عمل لي التلات اكياس دول، وكمان أكلة اتحطت في التلاجة لفطار تاني يوم، يعني يعتبر عملت لي 4 أكياس. الربع كيلو الفول ده كان بكام؟ ربع كيلو الفول ده كان النص ب8، الربع كان ب4 جنيه. هل احنا لو هنشتري ب4 جنيه طعمية هنشتري الأكياس دي؟ طبعا لأ. وهنا شايفين كيسة الفول ملانة ازاي، النص كيلو فول ب10 جنيه، عمل لي 5 أكياس. ادي 4، ومعايا برضو أكلة كمان لفطار بكرة. فأنا عايزة أعمل تجربة أجرب كده الأكل ده يعني للأسبوع، هيكفي معايا، هيعمل معايا ايه كده يعني. هنا كنت بقول لكم على مية المخلل دي، على مية المخلل ديت برضو جايبة لفت هحدقه فيها. طبعا دي كانت مية بقى دايرة يعني بقى قديمة عندي يعني، كنت عاملة فيها قبل كده. هعمل معاها لفتة، هيبقى فطار حلو مع بطاطس مقلية، مع بيض، اي حاجة، وهيبقى فطار حلو الحمد لله. هنا بقى عايزة اقول لكم ان انا كنت خلاص شطبت المطبخ بقى. إيه طبعا انا كده كده كنت خارجة مشطباه، بس مش مشطباه خالص يعني مش مروقاه، بس ما كانش فيه مواعين. هعين الكبة في مكانها وهنا المطبخ طبعا ما كنتش لسه فرشته زي ما انتوا شايفينه كده. وكنت عاملة لهم كمان بطاطا مسلوقة، اللي هي المقمورة في الحلة دي عارفينها.
ان شاء الله ان شاء الله هتنزل لكم في القناة برضه، انا مصوراها. وادي الكاتل بتاع الشاي، والحاجة كلها مرصوصة وكويسة ونظيفة. والتوابل اللي محطوطة، التوابل اللي هي الازاز. لسه ان شاء الله اما انزل بقى اجيب حاجات التموين وكده، هملاها ان شاء الله سكر والشاي والحاجات دي كلها، لان احنا بنجيبها من التموين، ما بنجيبهاش من يعني مش بنشتريها من بره. وده طقم التوابل، انا قلت هاخده عينه، بصراحة مش محتاجة في المطبخ دلوقتي، فانا هعينه. ما طقم التوابل عندي حاجة يحصل لها حاجة، انا عندي ادي طقم وادي طقم، وغير الطقم اللي في رف التوابل بتاع المطبخ. فانا قلت خلاص هما ملهمش لازمة دلوقتي الطقم ده، فانا هاخده عينه. وهنا البطاطا بصوا بقى، كانت مكمورة اللي هي في الحلة دي. بصوا العسل بتاعها تحفة. الطريقة دي حلوة قوي 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 بجد، هتعتمديها مش هتعمليها في الفرن البوتاجاز تاني. هنا كنت بقول لكم تعرفوا حل الرخامة دي، مش عارفة عاملة كده ليه، مش عارفة. يعني مزعلاني جدا، مش مع اني مش بحط عليها اي مواد، يعني منظفات ولا حاجة، ما اعرفش عاملة كده ليه. فلو حد عنده حل او يعرف حاجة عن الموضوع ده يقول لي. وهنا بقى برطمانات المخلل كلها بشيلها وبنضف تحتها وبرجع ارصها تاني. تحت خيار وزيتون وليمون و... ومخللات يعني. وادي هنا البوتاجاز نضيف، هنا مخلل اللفت اهوت البرطمان اللي كنت بقول لكم عليه، حطيته تحت. وادي البوتاجاز متنضف، عايزاكم تستنوني كده الفيديو اللي ورا ده او اللي بعده، مش عارفه انه اللي هينزل الاول. إيه طريقه جميله جدا نضفت بيها عيون البوتاجاز دي. طريقه تحفه، مش مكلفه خالص يعني. ممكن تكلفك 3 جنيه بالكتير، وهترجع لك عيون البوتاجاز جديده كانك لسه شارياها. بس كده. وادي الحوض بقى، كنت ناقعه بس الحلتين دول مكان الرز اللي كنت عاملاه في الغدا وبس. والحله اللي تحت اللي انا كنت عامله فيها البطاطا وبس كده. ومفيش اي حاجة عندي في المطبخ تاني، ومسحته وطوقته اهو. هنا الحمد لله المطبخ حاسة ان هو مرصوص عن الشقة اللي كنت فيها الاولانية. كان في الشقة التانية كان المطبخ كبير جدا ما شاء الله، ربنا يبارك لهم. فالحاجة فيه كنت تحسوا ان هي مش باينة. لكن هنا الحمد لله الحمد لله حلو. بشاور لكم على شباك المطبخ، هنا بقول لكم كان فيه لسه ستارة هتركب، برضه انا ركبتها دلوقتي الحمد لله. وبس. وادي شكل المطبخ منظم وجميل الحمد لله عاجبني. اللهم ديمها نعمة عليا يا رب. وفرحانة برضو ان انا نضفت عيون البوتاجاز اهي، دي دهون السنين بقى نطفت في ثواني. هتشوفوا شكل البوتاجاز معايا بعد ما نضفته، هيتحول لحاجة تانية كده. بجد بجد هيعجبكم، وهتحبوا ان انتوا تجربوا الطريقة دي. طبعا ما اكتفيتش بكده، كان عندي جبنة قريش كتير كده، كانت جاية لنا من البلد يعني. كانت عمة جوزي عندنا وجابتها لنا من البلد معاه وهي جاية. فرست كتير منها واتبقى الجزء ده، قلت هعمله عشان احطه في المش. طبعا بتتفرز عادي، بتاخدي كل خرطة تحطيها في الكيسة وتعينيها في الفريزر. وتطلعيها، بس ما بتطلعش بقى تبقى زي دي كده، هي بتبقى مفرولة. فبتتعمل بطماطم وزيت وخيار وكده، وبتتاكل برضه. وهنا فضيت في الطبق ده ملح زي ما انتوا شايفين كده. هنا كان الجو سقع بقى، فسقعت بصراحة، لبست البيجامة دي. ومسكت بقى الجبنة كلها غلفتها بالملح زي ما انتوا شايفين كده. لان ما ينفعش طبعا في الجبنة الحادقة او الجبنة اللي بمش ان احنا نحط الجبنة كده بالمية بتاعتها كده، غلط. يعني هيجي فيه حشرات وحاجات كده، ما ينفعش. مسكت طبعا الملح بينزل اي مواد سايلة فيها، وبيخلي الجبنة تبقى جامدة وماسكة نفسها كده اهو. وبكرة ان شاء الله هتشوفوا معايا طريقة الجبنة بحطها في المش، وعملت ايه في المش اهو. لازم كل الجبنة تتغلف بالملح. ولما تعمليها في البيت طبعا بتبقى حاجة كويسة ونظيفة، انتي ضمناها. بتاعت بره مش مضمونة ابدا ابدا ابدا، عشان تبقى انتوا عارفين.
بس أهو، بُصّوا بقى وهتبدأ حطيت تحتها طبق علشان المَيّة اللي هتنزل تنزل فيه، ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة، وتفعّلوا الجرس عشان يوصل لكم أي جديد، واستنوا بقى بكرة تشوفوا البوتاجاز إن شاء الله إزاي نضّفته وبقى زي الفل. والسلام عليكم ورحمة الله.